في ظل الدقائق الاخيره دي انا كنت متابع الشاشه مع سياده اللي هو احمد عبد الحليم. دي خامس ميدان او سادس ميدان، وبعدين رجعنا للتحرير تاني. لو شفناهم كلهم على حلقات كده، ان للتحرير، ميدان التحرير في القاهره، الاسكندريه، المنصوره، المنوفيه، الاتحاديه. اعتقد يعني واؤكد تاني على كلام الدكتور احمد عبد الحليم انه من يتمسك بالشرعيه. طب هنقول دول ايه؟ ومن يتمسك بالشرعيه الحاجه الغريبه برضو سياده اللواء بيقول لحضرتك انه على دمي، متمسك بالشرعيه دي على دمي، وطلعوا على المنصات برضو النهارده على جثثنا ان مرسي يمشي. ربنا يرحمهم جميعا، ربنا يرحمهم جميعا. فانا الفكره في هذا الاطار انا ما اعرفش ماشيه ازاي، يعني الناس دي عايزه الخير للبلد ولا لا الخير للجماعه؟ هم لهم اهدافهم الجماعه بس. لا ما البلد دي الجماعه بتاعتهم، ثم الاخوان التنظيم العالمي، تمام، ثم الخلافه، هي دي دولتهم. طيب هاخد من حضرتك رساله اخيره بتوجهها للقادم، للحاكم القادم. ايه اللي المفروض النصيحه حضرتك كنت تقول عليه؟ الحاكم القادم سياتي باذن الله تعالى عن طريق ديمقراطيه سليمه وانتخابات سليمه ووعي تام لمجموعه من الشباب الجميل، حتى القدامى الذين أدلوا بأصواتهم في فترة كانوا مغيبين فيها، النهارده استطاعوا أن يروا كل شيء. ما أطلبه من كل هؤلاء الناس أن يكونوا باستمرار، ليس بالضرورة ثوريين بصفة مستمرة، ولكن يكونوا متتبعين لكل ما يحدث في مصر، متتبعين لكل ما يحدث في الدولة، كل ما يحدث في الحكومة، كل ما يحدث في